تقريبا كده ممكن ارجع الفندق انام لي ساعتين عبال ما وجبه البيك تطلع. بصراحه ندمت ان انا جيت. الموضوع اوفر يعني، اوفر بجد يعني. انا لو اعرف كده بجد من الاول ما كنتش طلبت الوجبه. ممكن يعجب ناس كتير، بس انا واحد من الناس بصراحه الموضوع ده مش عاجبني خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في فيديو جديد. طبعا انا بشكركم اول حاجه على الدعم بتاع الفيديو اللي فاتت، اللي هي تجربه مترو الرياض. بصراحه في تفاعل كبير جدا على الفيديو، وبصراحه ما كنتش متوقع كده، ولكن بجد بشكركم على الدعم الرائع. وطيب النهارده احنا معانا تجربه مختلفه، والنهارده بما ان احنا في مكه المكرمه والحمد لله اتممنا العمره على خير باذن الله، ومعانا النهارده تجربه مختلفه شويه عن اي تجربه. هو المفروض القناه مش محتوى فود بلوجر، ولكن انا هشتغل النهارده فود بلوجر بشكل مؤقت، لان التجربه بتاعت النهارده بصراحه هي مميزه شويه، وهي مش محتاجه فود بلوجر ولا حاجه. لا، هو مفيش حد بيجي المكان ده غير لما لازم يروح المكان ده. المكان ده هو مطعم البيك. مطعم البيك من المطاعم الشهيره، لكن خلينا النهارده نروح نجرب البيك ونشوف النهارده هناكل ايه من البيك، هنجيب ايه المشهور عندهم هناك. ف بيقولوا ان في حاجه اسمها دجاج مسحب. فبصراحه انا دقت البيك قبل كده بس من فتره كبيره جدا. اخر مره بصراحه كان من فتره دقت البيك، ولكن خلينا النهارده نروح البيك ونشوف احنا هنجرب ايه. بس طبعا خليني افكركم بنفس الجمله الشهيره بتاعت كل مره، اللي هي التصوير. التصوير في الدول العربيه من الاشياء الصعبه جدا جدا، وبالذات لما يكون في السعوديه بالاخص، لان طبعا هنا مسكتك للكاميرا او للتليفون وتصويرك دي مش حاجه سهله خالص. وارد جدا ان حد ممكن يجي يسالك يقول لك انت بتعمل ايه، بتصور ايه. وارد جدا ان حد ممكن يكون ماشي يقول لك انت بتصور حد او بتعمل اي حاجه، فده طبيعي خالص. فخلينا النهارده نعدي الطريق. خليني اقلب لكم الكاميرا على الطريق ونشوف الدنيا كده. احنا المفروض دلوقتي متجهين لمطعم البيك. ومطعم البيك يا جماعه، هو مطعم البيك مش محتاج فود بلوجر ولا حاجه. مش محتاج الواحد يبقى فود بلوجر عشان يروح يقيمه، او انا مش رايح اقيم مطعم البيك. لا، هي مجرد تجربه شخصيه لا اكتر يعني، فاهمني؟ فدلوقتي احنا متجهين لمطعم البيك. هو المفروض مطعم البيك هناك، انا ما اعرفش انتوا شايفينه ولا لا، بس خليني اعمل لكم تقريب للكاميرا. هو اللي ورا النخله ده، تمام؟ فاحنا مش عارفين هنعدي ازاي، ولكن ان شاء الله هنلاقي طريقه. المفروض ان في كوبري مشاة، احنا المفروض كنا نازلين عليه من شويه اساسا. فواضح كده ان احنا كنا اساسا لسه نازلين عليه من شويه. فواضح ان احنا هنطلع تاني. لازم نعدي الكوبري عشان نعرف نعدي المطعم البيك، لان تعديه الطريق هنا بصراحه شكلها صعب شويه، وتقريبا مفيش ممرات لتعديه المشاة. فخلنا نطلع احسن على الممر في الامان برضو، ونعدي المطعم البيك، وان شاء الله تبقى تجربه كويسه جدا. هو الموضوع كله تجربه شخصيه. مطعم البيك هو ما هو الا تجربه شخصيه. بس طبعا هي مشكله مطعم البيك حاجه واحده بس، يعني لا في الاكل ولا الكلام ده. المشكله في مطعم البيك الزحمه، زحمه موت موت موت. وبعدين كمان احنا مش في الفرع اللي جنب الحرم، يعني الفرع اللي هو جنب الحرم ده زحمه جدا جدا بطريقه ما تتوصفش. عشان تاخد لك وجبه محتاج ايه قبلها كده بساعتين او 3 تكون مظبط حالك. وطبعا ده مش مسموح في وقتنا خالص، احنا وقتنا ضيق كل يوم، فلازم طبعا ان احنا نحاول نستغل الفرص. فهو الاكل اللي موجود في الفرع ده هو اللي موجود في الفرع اللي جنب مكة،
اللي جنب الحرم قصدي، هو اللي موجود في اي فرع من فروع البيك، هو نفسه السيستم واحد كله، مفيش اي مشكله خالص. خلينا نقلب لكم الكاميرا. هو السيستم واحد في اي فرع، الاسعار واحده في اي فرع، مفيش اي اختلاف تماما خالص في اي حاجه، التيست واحد برضو في اي فرع. فخلينا النهارده بس، هي المشكله الوحيده هي الزحمه. فالزحمه دي بقى هنحاول ان احنا نتغلب عليها، وهنحاول نشوف احنا هنقدر ازاي نجيب وجبه للبيت. بس فخليكم معايا وان شاء الله يبقى خير كده باذن الله. بس عايزين نحاول ان احنا مثلا نقطع ريسيد من المكنه عشان يبقى حتى اوردرنا مضمون، يعني فاهمين ازاي؟ فدي اللي هنحاول فيها. ممكن نروح دلوقتي نلاقي الدنيا هاديه، انا لسه ما اعرفش برضو. تعالوا برضو اوريكم المطعم شكله ازاي. المفروض ده مطعم البيك، احنا كده وصلنا، هو جنب الفندق اللي انا قاعد فيه. بس خلينا نشوف، احنا جايين نجرب البيك النهارده، فمش عارف بقى احنا هنعرف اساسا ناخد التجربه دي ولا لا. هنا طبعا عامل لك كذا اريا، في هنا منطقه خدمه النساء، يعني هو برضو حاطط لك الحريم في ناحيه او في جنب، فدي برضو حاجه كويسه جدا. فبالنسبه لنا احنا بقى مش عارف، انا شايف هنا طبعا شايف ضرب نار، فما اعرفش بقى احنا هنعرف اساسا نخش ولا لا. فهو واضح كده اساسا ان احنا الموضوع صعب جدا يا جماعه، صعب جدا جدا جدا. ولكن يعني بسم الله نقول يا رب. واحنا مش عارفين كمان التصوير كمان ممنوع ولا ايه، فخلينا مش عارفين التصوير ممنوع ولا ايه، ولكن خلينا كده ان شاء الله نحاول نخش ونقطع ريسيت ونشوف الاكل وضعه ايه، ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. احسن نستاذن بتوع الامن نشوف، نقول لهم هل التصوير ممنوع ولا عادي. ودي برضه المفروض احنا كده مستنيين الطلب بتاعنا، طبعا زحمه موت الموت. فان شاء الله بنحاول ان احنا نقطع التذكره بتاعتنا الريسيت بتاعنا، وان شاء الله بنحاول نخش باذن الله. بس هو برضو الدنيا يعني على اللي انا اعرفه عن البيت ان الدنيا زحمه اكتر من كده، لكن كده يعتبر مش زحمه خالص. فخلينا برضو نشوف، هنحاول برضو نطلع ناكل فوق ولا لا، مش عارفين. خليكم معايا. خلاص المفروض قدامي 2 ان شاء الله باذن الله، ونبدا نطلب الطلب. احنا مش عارفين لسه هنطلب ايه بصراحه لحد دلوقتي، بس ان شاء الله اكيد هنطلب اشهر حاجه هنا في الاماكن في المطعم. قدامي واحد واطلب الطلب ان شاء الله. طبعا قبل 3 4 تمام 4 3 ايه اشهر حاجه هنا بتتاكل؟ اشهر حاجه ايه؟ المساحه صح؟ ده كام قطعه؟ 10 و7. 10 بكام والسبعه بكام؟ 17 ل 10. طيب هات لي اللي هي ال 10 حبات. لا حراق. لا بس لا في طيب طبعا احنا لسه طالبين دلوقتي بنسحب زي ما انتم سمعتوا كده. هو قال لي في اللي بيسحب فيه ال 10 حبات وفي اللي هو ال7 حبات. انا طلبت يعتبر اللي هم ال 10 حبات، تمام، هم ال 10 قطعه يعني، وب 17 ريال. دي الفاتوره ب 17 ريال، تمام.
هي المشكله بقى مش في الطلب، المشكله في الانتظار صعب جدا، المنظر عامل ازاي. بس اعتقد برضو ان الطلبات ماشيه سريع، يعني المطعم مش زحمه بزياده، فخلونا كده ننتظر الطلب بتاعنا، وان شاء الله باذن الله المفروض ان احنا هناخده ونطلع فوق. او مش عارف، انا ما قلتلوش محلي يعني هاكل هنا، فخليني ارجع تاني اقول له كده هاكل محلي، اشوف هيقول لي ايه. السلام عليكم. بيختلف هنا عن فوق، عايز اكل محلي عادي يعني. قال لي بتاخد الطلب من هنا عادي وتطلع تاكله فوق. مش عارف بقى المفروض ان في تري بيتحط عليه او مفيش، معرفش. خليكم معايا ونشوف التجربه كلها كامله مع بعض. رجال عندنا 140 لسه 140. ايوه باقي لين يوصل الشاشه 200 خلاص. 200 اي اذا وصلت شفت الشاشه 200 خلاص. يعني ده ممكن معاه بتاع نص ساعه او ساعه كده، ممكن ده تقريبا. ممكن ها. أيوة. طبعا صدمكم بالمعلومه، بيقول لي لسه تقريبا وصلنا ل 140. 140 هم لسه في طلب 140، يعني هم لسه في طلب 140 وانا 294. مش عارف بقى انا المفروض هستنى قد ايه. خليني كده اطلع اقعد شويه، يعني شويه لحد لما الطلب يجهز، لان انا شايف برضه معظم الناس هنا منتظره الطلب بتاعها، ودينا قاعدين برضه منتظرين لحد ما الطلب بتاعنا يجي. صدمكم بالمعلومه، بيقول لي لسه تقريبا وصلنا ل 140. 140 هم لسه في طلب 140، يعني هم لسه في طلب 140 وانا 294. خلينا برضو واحنا في الانتظار كده، خليني اقول لكم شويه معلومات سريعه عن مطعم البيك. هي مطعم البيك سلسله مطاعم شهيره جدا جدا في المملكه العربيه السعوديه، وكانت بدايه البيك كانت في مدينه جده، ما كانتش لا في الرياض ولا في مكه المكرمه. هي حديثا في مكه المكرمه وفي الرياض دلوقتي، تمام. انا شفتها في الرياض كتير، شفت مطاعم البيك في الرياض كتير، ولكن هي البدايه كانت في مدينه جده على يد المؤسس الشهير. هو بيقولوا ان هو فلسطيني الجنسيه، فانا مش عارف بصراحه المعلومه دي صح ولا غلط، ولكن هو الاسم بتاعه شكور ابو غزاله. المطعم ده او سلسله المطاعم دي تاسست في 1974 على يد المؤسس ده اللي هو شكور ابو غزاله. كانت بدايته في مدينه جده، وبصراحه المطاعم هي يعتبر من اوائل المطاعم في المملكه العربيه السعوديه للوجبات السريعه، لان طبعا المؤسس في الوقت ده في 1974 او في منتصف السبعينات ابتدى ان هو يحس ان المجتمع محتاج لوجبات سريعه، فدي من اوائل المطاعم اللي تعمل وجبات سريعه في المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي كان هو المؤسس بتاعها. واللي كان بيميز البيك عن غيره وما زال لحد دلوقتي اللي بيميز البيك عن غيره هو النظافه والجوده والسعر. السعر بصراحه ممتاز جدا، لما تقول لي 10 قطع دجاج ب 17 ريال ممتاز جدا. بس بصراحه انا يعني مش عارف برضو بيجي معاه ايه، لسه هنشوف الوجبه، بس الوجبه مرضيه جدا لان انا اكلت الوجبه دي من زمان قوي. يعني انا اخر مره دخلت البيك كان في المدينه المنوره، ولكن من زمان قوي، يعني بتتكلم في مثلا 7-8 سنين، تمام. ولكن احنا المره دي هنجربه بشكل جديد، بس هو نفس الطعم ونفس الخلطه، وهو اللي بيميز البيك ده عن اي غيره من المطاعم. السعر طبعا كويس جدا جدا مقارنه بالاسعار بره. يعني انت لما تقول لي على وجبه بروست بره بتتكلم في 22 ريال و21 ريال، هنا دجاج مسحب بدون عظم طبعا، حاجه زي الفيليه كده، الدجاج الفيليه الصغير. انا ما شفتوش بس انا طبعا عارفه لان هو ما اتغيرش، هو نفس الديزاين بتاع الدجاجه. اول حاجه طبعا اتكلمنا فيها السعر، تاني حاجه الجوده، تاني حاجه النظافه. المكان نظيف جدا شيك، الناس منتظره، في شاشات عرض شغال فيها، في شاشه تعالوا كده اوريها لكم. الشاشه دي بيتعرض عليها فيها الاوردر بتاعك ان كان مثلا خلص او ما خلصش، فهو هنا المفروض الشاشه دي مكتوب عليه دي الطلبات الجاهزه، دي الطلبات اللي هي المفروض جاهزه. لو انت شفت الرقم بتاعك فيها فانت المفروض بتنزل تاخد الرقم. طبعا احنا الرقم بتاعنا 274 زي ما انتم شايفين كده، معرفش شايفينها ولا لا، ده 294 ده لسه بقى يعني معاك ربنا. انا بصراحه لو كنت اعرف الطلب بتاعي هيتاخر كده، يعني 274 وهو بيقول لي احنا في 140،
لو اعرف كده بصراحه انا ما كنتش عملت التجربه دي. على الاقل النهارده كنت عملتها يوم تاني، لان انا بجد النهارده جعان جدا جدا. انا ما اكلتش تقريبا بقالي يومين او يوم ونص ما اكلتش، تمام. لظروف سفر وكده، وما كانش ليا نفس ان انا اكل. راكب عربيه بقى، انت فاهم ازاي، ما ينفعش بقى تاكل زياده او تملى بطنك زياده كده يعني. ف يعني ولكن عشان خاطر عيونكم انا ما اقدرش طبعا يعني اتاخر عليكم في حاجه زي كده، فقلت لا اجرب وعلى بركه الله. حتى لو انا برضو مش عارف هل مثلا يعني هتشبعني الوجبه ولا 57 يعني 8 الا 10. ودلوقتي المفروض الساعه كام؟ الساعه 8 و19 دقيقه، يعني داخلين مش داخلين، احنا كده يعتبر نص ساعه في المطعم. وكل اللي عملناه ان احنا بس، والمفروض ان في نفس الطاولات دي نفس الترابيزات دي جنب الشباك هناك على الشارع على الطريق. فانا عايز اروح برضه اقعد هناك برضه الفيو كويس جدا هناك. خلينا كده نخطف رجلنا ونروح، وان شاء الله نعرف نقعد هناك ونصور لكم. خليكم معايا. نسيت اقول لكم صح، هنا مفيش اختلاط، يعني هنا الصاله هنا هي فقط بس للرجال، لان الحريم تقريبا ليهم مكان تاني. انا شفته وانا جاي من بره خدمه النساء، فهو تقريبا في مكان للحريم خاص بيهم لوحديهم، وفي مكان طبعا الرجاله. طبعا دي حاجه افضل عشان الواحد يعرف ياخد راحته، لان بصراحه الواحد تعب من موضوع التصوير، كل شويه يجي يصور يلاقي حد باصص له، فالموضوع صعب شويه. فخلينا نروح نقعد جنب الشباك، لان تقريبا مفيش الا طاوله واحده بس، ترابيزه واحده بس جنب الشباك. لو ما لحقناهاش كل سنه وانت طيب. تمام، يلا خليكم معايا. الحمد لله عرفنا ناخد الطاوله اللي جنب الشباك. هي طبعا الشباك ما بيفتحش لان طبعا الصاله كلها مكيفه، ولكن انا عرفت الناس ما بتقعدش هنا ليه على الطاوله دي بالذات، هم سايبينها ما حدش قاعد عليها، لان هنا المكيف تحتها. يعني انا هقوم من هنا زي الفل على الحراره تحت، طبعا تغيير هواء شديد جدا ممكن يتعبني يعني. ولكن خليني برضه اوريكم الفيو اللي انا يعتبر قاعد قدامه دلوقتي كويس جدا يعني، ممتاز. تعالوا شوفوا. ده الفيو زي ما انتم شفتوا كده، بصراحه حاجه كويسه جدا جدا. فاحنا لسه برضه مستنيين الاكل بتاعنا. انا جعان جدا، انا جعان جدا، الاكل اتاخر مش عارف اعمل ايه. انا بصراحه لقيت الترابيزه اللي انا قاعد عليها هناك المكيف فيها شديد قوي، فبصراحه جيت لقيت على نفس الترابيزه بس الفيو مختلف شويه. تعالوا بصوا معايا. قلت لا يعني خليني هنا افضل يعني لحد ما الطلب بتاعي اللي هو مش شكله مش جامد. ناكل على الساعه 12 بالليل باذن الله. انا جوعت جامد 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 بجد، انا جعان جدا والاكل اتاخر. انا بقالي يوم ونص ما اكلتش، انا داخل في تقريبا 48 ساعه ما اكلتش بجد. قلت اجي اجرب مطعم البيك. الناس دي لسه 182 و 192 حرفيا، لسه باقي كتير جدا، باقي كتير جدا على الطلب بتاعي. 294 لسه يا جماعه، باقي كتير جدا على الطلب بتاعي، يعني والله المستعان بجد. بصراحه ندمت ان انا جيت. ما كنتش متوقع بصراحه كده خالص يعني. انا يعني الريسيت بتاعي 294، والمفروض ان انا الوقت الطلب او اخر طلب جاهز 198، فحرفيا باقي لي بتاع 100 واحد تاني. طب ده اللي هو ايه يعني؟ فيا جماعه بصراحه انا بجد ما يعني مش عارف اقول ما انصحش بالبيك ولا ايه، مش فاهم. بس بجد ده تخلوه مش غدا ولا عشاء، ده تحلوا بيه، ده تحليه. ده لا يمكن يبقى غدا ولا عشاء، لان ده واحد ميت من الجوع زي انا كده وجاي اكل من البيك. انت حرفيا استنى قد ايه يعني؟ استنى قد ايه قبل ما اكل؟ لا مش عارف بصراحه هل التجربه دي فعلا كويسه ولا لا، مش عارف، معرفش. بس انا لحد دلوقتي بصراحه
مش مقتنع بيها تماما تماما، مش مقتنع بيها. فانا الطلب بتاعي لسه موجود، بس انا بصراحه طلعت عشان انا رايح اكل تاني في مطعم تاني، لاني كمان حاسس كمان ان مش ده الاكل اللي هيشبعني. مش عارف يعني، مش انا بس بعيدا عن التيست وبعيدا عن الجوده وبعيدا عن السعر، طبعا دي حاجات ممتازه جدا في البيك، ما نقدرش طبعا نختلف عليها ولا نقدر نقول عليها اي حاجه، ولكن انا ما انصحش الشخص الجعان اللي عايز ياكل فعلا، عايز يتغدى، انا ما انصحوش بالبيك نهائي خالص. لان حرفيا انا بقالي دلوقتي قاعد بقالي داخل في 40 دقيقه والطلب بتاعي لسه طبعا ما جاهز. وانا بقول لكم انا الفاتوره بتاعتي 294 والمفروض ان احنا اخر طلب جاهز 198. طب انا هستنى الطلب هيجي بكره الصبح مثلا ولا ايه؟ لا، فطبعا انا ما اقدرش استنى ده كله، لان حرفيا فيها بتاع ساعه ونص تاني. فانا بجد رايح اكل تاني في مطعم، وهاكل لي ساندوتشين كده، يعني مجرد تصبيره لحد اما الطلب ده يطلع، وبعد كده هروح اكله. يعني ما اصل هعمل ايه؟ هرجع الفاتوره؟ ما ينفعش يعني. بس فخليكم معايا، هنروح ناكل اي حاجه تاني في اي مطعم تاني ولحد اما طلب البيك ده يطلع، والله المستعان يعني. يلا خليكم معايا. جبت لي سندوتشين فلافل عشان اكلهم، لان بصراحه موضوع البيك ده صعب جدا وانتظاره صعب جدا. انا جعان جدا، انا ميت، فقلت اجيب لي كل واحد فلافل كبيره كده، بس حاجه نضيفه اكيد كويسه. ولما تطلع وجبه البيك دي بقى بالسلامه نبقى ناكلها اكيد يعني. اكيد مش سندوتشين الفول والفلافل هم اللي هيفرقوا معانا يعني، لدرجه ان احنا مش هناكل البيك او مش هنستطعمه، لا طبعا، هو بس مجرد تصبيره كده. يس سير، ثانك يو. اخيرا وبعد طول انتظار وجبه البيك، حرب تحت حرب. انا مش عارف انا ايه ده يعني، عشان تاكل وجبه زي دي تقعد لك ساعتين انتظار وفي الاخر تاخدها بالضرب كمان. مش عارف صراحه مش عارف. عموما خلينا نجرب، خلينا ناكل، نستمتع باكلتنا، هنقعد بقى ايه نتكلم في الحاجات دي ملهاش ليها نصيب. يلا بينا. طبعا هو الوجبه انا خلاص فتحتها، هو مديني غزايه واحده بس، وما اعرفش دي هتتاكل ايه في ال10 قطع. وهنا مديني الوجبه وفيها فعلا 10 قطع دجاج مع بطاطس برضه، واحده صوص توم تقريبا، وواحده كاتشب او الصلصه المسحب بتاعتهم اللي هي الخاصه بتاعتهم. فهنا واحده خبزايه، وهنا مديني الوجبه فيها 10 قطع وفيها شويه بطاطس. انا مش عارف الخبزايه دي تاكل مين ولا مين، بس انا مش هنزل بقى واقول لك اديني خبزايه تاني والكلام ده. خلاص انا ما صدقت خدت الوجبه بتاعتي، ارجع تاني عشان اجيب خبزايه؟ ارجع انا نقعد نضرب تاني في الناس؟ مش هينفع، خلاص ملهاش لازمه يعني. خليني اكل، انا ما اتعودتش بصراحه اكل قدام الكاميرات، فخليني اكل وارجع لكم تاني واقول لكم بصراحه التجربه دي يعني هل هي كويسه ولا مش كويسه. لان بصراحه انا لحد دلوقتي بالنسبه لي تجربه البيك يعني 50% في كل حاجه، 50%، ما اقدرش اقول 100%، لان بصراحه الانتظار لوحده صعب جدا. ارقام فظيعه جدا. يعني انا كنت 294 وانا ساعه ما جيت الساعه 7 و50 دقيقه، يعني الساعه 8 ل 10، ورحت كلت سندوتشين لان بصراحه ما كنتش قادر جدا، ما كنتش قادر خالص يعني، جعان جدا يعني. فهستنى ساعتين ولا ساعه ونص عشان لما الوجبه تيجي. فرحت بصراحه كلت سندوتشين، واحد فول واحد فلافل، الواحد ب5 ريال، لحد ما الوجبه تطلع. جيت انتظرت برضو شويه لحد ما الوجبه بتاعتي طلعت وخدناها بالضرب زي ما انتم شايفين كده. انا كلمت الولد اللي شغال في الصاله فوق، قلت له انا محتاج خبزايه، فالراجل يشكر جاب لي خبزايه كده. انا الحمد لله خلصت الوجبه، الثوم،
الصوص بتاعهم ده ممتاز جدا بصراحه، التوم كويس جدا، الدجاج ممتاز مفيش كلام، البطاطس مفيش كلام. ادوني خبزايه واحده بس وطلبت خبزايه من الولد اللي شغال، فجاب لي واحده ثانيه. بصراحه تجربه ممتازه كاكل يعني فيري جود، ولكن الانتظار صعب يعني انك تنتظر وجبه ساعه ونص ساعه تمام. فما انصحش انك تعتمد على وجبه الغداء بتاعتك او وجبه العشاء بتاعتك كامله تعتمد عليها من البيت، لانك هتنتظر كتير جدا. حاول تكون واكل قبلها بساعتين او حاجه، بحيث ان انت ما تجيش هنا تنتظر بزياده وتجوع وتزهق، لا يعني خليك كده ايه سلس شويه تمام. الوجبه مشبعه جدا، 10 قطع كانت بصراحه كافيه جدا، ان هي كفتني. طبعا انا لسه واكل من شويه سندوتش فلافل وسندوتش فول، كده الدنيا تمام معايا انا، يعني انا كده تمام النهارده وبكره كده مفيش اكل يعني. فالحمد لله والشكر لله. ودي كانت التجربه بشكل سريع. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب، وتجربه جديده في حاجه جديده ان شاء الله. وان شاء الله بنفتح بث مباشر، يعني ممكن بكره ان شاء الله افتح بث مباشر من الحرم، واي حد يحتاج اي دعوه سواء ليه هو شخصيا او حد غالي عليه، يا ريت يكتب لي في الكومنت في الفيديو ده. الفيديو ده دعم باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد انا انزله. وتحياتي ليكم وشكرا على دعمكم ليا، ما تحرموناش من دعاكم. والسلام عليكم.